تعرف التقسيمة السحرية للمحترفين وقت الأزمات؟ في المحطة الأخيرة من سلسلتنا لو تابعت الفيديوهات اللي فاتت فأنت كده عارف قوة العقار وأمان الذهب وفرص البورصة. بس السؤال اللي بيقف عنده الكل هو أبدأ بإيه؟ وأحط كام في كل واحد؟ لو معاك 100,000 جنيه أو حتى مليون إزاي توزعهم بحيث لو كل قطاع نزل التاني يسندك؟ النهاردة مش هنتكلم عن نوع واحد في الاستثمار، هنتكلم عن هندسة المحفظة وإزاي تعمل كيكة استثمارية متوازنة وتحميك من تآكل العملة وتكبر ثروتك مع الوقت، والأهم تخليك تنام وانت مطمن مهما كانت الاخبار في التلفزيون بتقول ايه. في مثل صيني كلنا عارفين، لا تضع البيت كله في سله واحده. في الاقتصاد ده بنسميه assets allocation او توزيع الاصول. في وقت الازمه في اصول بتلمع زي الذهب، وفي اصول بتهدى زي العقار، واصول بتنهار مؤقتا زي الاسهم. لو حطيت كل فلوسك في الذهب انت كده بتضيع على نفسك فرصه نمو العقار، ولو حطيتها في البورصه بس اعصابك مش هتتحمل لو السوق نزل. تعال اديكم مثال واقعي. في ازمه 2022 بعد حرب اوكرانيا الناس اللي كانت حاطه كل فلوسها في الاسهم التكنولوجيه خسروا كتير في البدايه، لكن اللي كان عندهم ذهب في محفظتهم الذهب غطى خسائر الاسهم لان سعره طار. ولما الاسهم رجعت تطلع في 2023 بقوا كسبانين في الاثنين. المحفظه المتوازنه هي الدرع والسيف. الذهب هو الدرع اللي هيحميه، والعقار والاسهم هو السيف اللي بتهاجم فيه التضخم وبتبني ثروه. تعال اقول لكم على التقسيمه الذهبيه. طب ايه التقسيمه اللي بتناسب ظروف منطقتنا العربيه دلوقتي؟ خلونا نفترض اننا بنقسم 100% من مدخراتنا الفايضه عن احتياجنا، 30% ذهب الامان المطلق، ده الجزء اللي مش للبيع، ده خزنه لطوارئ اللي بتحفظ قيمه تعبك من اي انهيار في العمله المحليه. السبائك والجنيهات الذهب هي حائط الصد الاول ليه، و40% اصول مدره للدخل زي العقار والصناديق، وده القلب النابض. سواء كان مقدم شقه بتقسطها او حصه في مكتب اداري، ميزته انه بيجيب لك ايجار وفي نفس الوقت سعره بيزيد، وده اللي هيبني الثروه الحقيقيه للاجيال. 20% اسهم قياديه، النمو السريع، ودي الشركات اللي اتكلمنا عنها زي ارامكو واتصالات وبنوك كبيره، ودي بتدي ارباح سنويه وبتنمو بسرعه اول ما الازمه بتنفرج. و10% كاش، وده عباره عن رصاص الكنز، دي اهم 10% في المحفظه لان لازم يكون معاك سيوله، ويا ريت لو بالعمله الصعبه، ودي مستنيه اللقطه. فرصه في سهم نازل بظلم او بائع عقار مضطر. الكاش في الازمه هو القوه اللي بتخليك تقتنص الفرصه اللي مش بتتكرر غير كل 10 سنين مره. في سر صغير بيعملوه الاغنياء اسمه اعاده التوازن. يعني ايه؟ تخيل بعد سنه الذهب سعره زاد جدا، وبدل ما يمثل 30% من محفظتك بقى يمثل 50%. في اللحظه دي المستثمر الذكي بيعمل ايه؟ بيبيع جزء من الذهب وهو غالي وبيشتري بيه اسهم او بيدفع بيه قسط عقار وهم لسه سعرهم هادي. انت كده حرفيا بتطبق قاعده بيع غالي واشتري رخيص، وبشكل آلي ومنظم. انت كده مش ماشي ورا مشاعرك، انت ماشي ورا النسب اللي حددتها لنفسك من البدايه. تعال اديكم مثال واقعي. في 2024 الذهب وصل لقمم تاريخيه، الناس باعت جزء من ذهبها واشترت اسهم شركات العقارات والتكنولوجيا وهي لسه في بدايه طلعتها، وعملت ارباح تضاعفت في شهور بسيطه. دي اللعبه اللي تخلي ثروتك تزيد كانها كره ثلج بتكبر وهي نازله من فوق الجبل. نصيحه اخيره، الازمات الاقتصاديه بتبان مرعبه من بره، بس من جوه هي اكبر سوق مفتوح للفرص. الفرق ما بين الشخص اللي بيخرج من الازمه فقير والشخص اللي بيخرج منها وهو غني هي المعرفه والقرار. انت دلوقتي معاك الخريطه ومعاك الادوات وفهمت اللعبه بتدار ازاي. ابدا باللي معاك حتى لو مبلغ صغير. الاستمرار هو البدايه الكبيره. الذهب بيتحوش جرام بجرام، والاسهم بتتبني سهم بسهم، والعقار بيبدا بخطوه. المهم انك تخرج من دور المتفرج وتدخل لدور المستثمر. اتمنى السلسله دي تكون نورت طريقكم في وسط الضباب الاقتصادي اللي بنعيشه. لو عندك اي سؤال في اي قطاع اتكلمنا فيه اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم بنفسي. انا مرسى فهيم، ودي كانت سلسلتنا الازمات تصنع الثروه. اشوفكم دايما ناجحين مستقرين واغنياء، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.